هوريكم النهارده ازاي ممكن نعمل ستيكرز من غير ادوات كتير. مش هنحتاج غير لزق شفاف وورقه. يلا بينا نشوف الطريقه. بما اننا هنعمل ستيكرز في البيت فالمفروض ان احنا نرسم الرسومات بنفسنا، لكن صدقوني انا حاولت وفشلت فشل ذريع، فاضطريت ان انا اطبعها عشان اعمل لكم الفيديو. فانا وانتوا هنعتبر ان الرسومات دي انا اللي رسميها. المهم انا فرغت الرسومات كلها من على الورقه، وكنت بسيب فريم ابيض صغير جدا حوالين الرسمه بيبقى شكله احلى. بعد كده هنحتاج ورق ابيض ولزق شفاف. طبعا هنحط بقى لزقه واحده كده في نص الورقه، وبعدين بنعمل فتحه في الورقه من اول الورقه كده لحد قبل الاخر بحاجه بسيطه، ما نفصلش الورقه عن بعض. والفتحه دي معموله في نص اللزقه بالظبط، يعني تطلع معاكم بالشكل ده كده. وبعدين نرص كل الرسومات او الستيكرز يعني بتاعتنا فوق اللزق بالشكل ده، بعدين نحط عليهم طبقه من اللزق الشفاف. نبدا بقى نقصهم من على الورقه، بس واحنا بنقص هنسيب فراغ ابيض تاني غير الفراغ اللي احنا سبناه في الاول. لو الخلفيه اللي هنثبت عليها الستيكرز مش ورقه عادي، لو ورق زبده او ورق استنسل او فايل شفاف، مش هنحتاج نحط اللزق ولا نعمل الفتحه اللي عملناها دي، وهنشتغل على طول. هنحط الستيكرز وبعدين نحط طبقه من اللزق الشفاف. بصوا بقى شكل ظهر الستيكرز عامل ازاي. الفتحه اللي في النص دي سهل جدا ان احنا نشيل منها الورق، زي ما انتم شايفين كده. بنشيل الناحيه اللي من فوق والناحيه اللي من تحت منفصلين كده بسبب الخطوه اللي عملناها في البدايه لما فتحنا الورقه من النص. جربت اشيل معاكم اكتر من واحده عشان تشوفوا قد ايه الموضوع سهل. الطريقه سهله جدا ومش مكلفه والنتيجه تحفه، جربوها.